في الحقيقة أنا لقيت سيد بيعمل الطعمية وحاجة بصراحة عجبني جدا. فأنا في الحقيقة أنا قررت إن أنا أروح أعمل له مفاجأة وأرسمه. قلت هرسمه أهو وأعمل له مفاجأة من غير ما يعرف. هو طبعا عايز أقول لكم إن هو عمال محتار جدا والراجل ده بيعمل إيه. في الحقيقة أنا مش عايز أقول له. بسم الله ما شاء الله الولد زي القمر. قلت أنا هعمل له مفاجأة وهرسمه بالفحم زي ما حضراتكم شايفين أهو. حاجة ما شاء الله. هو الولد جميل جدا ومجتهد وحاجة بسم الله ما شاء الله. علشان كده أنا قررت وابتسامته كمان جميلة. بس هو في الحقيقة لما أنا ابتديت الرسم ما كانش مبتسم، كان زعلان. وسألته حتى ازيك يا سيد عامل ايه؟ سيد أنا عامل لك مفاجأة. ها تتوقع أنا عامل لك ايه؟ تتوقع ايه؟ ممكن أجي لك كده ونشوف مع بعض؟ سيد ايه ده؟ انت ولا مش انت؟ ها فاكر لما صورتك امبارح قلت لك ايه؟ امسك كده، امسك بص للكاميرا كده. ايه رايك؟ مبسوط؟ ها عرفت اساعدك؟ انا كنت سالت والدك امبارح يا سيد وقال لي ان انت مش عايز تروح المدرسه، صح؟ ليه؟ طب بص انا علمت، يعني انا رسمتك ها وممكن اعلمك الرسم وتروح المدرسه، ايه رايك؟ لا ما احنا ممكن نعمل عادي القيد ونرجعك تاني تيجي. خلي بالك مش هينفع ان انت ما تكملش تعليمك، اللي ما بيكملش تعليمه ده حد مش حلو، صح؟ ايه رايك توعدني ان انت تكمل تعليمك؟ طب وانا مديك الصوره بتاعتك دي هتحطها فين؟ ها؟ فين؟ تعلقها في المحل هنا؟ لا تعلقها في المحل. هتعلقها فين طيب؟ علقها في المحل في الحته دي كده. بص اهي شايف الحته؟ لا تعلقها هنا. احنا هنستاذن ابوك وتعلقها هنا. يا ابو سيد عايزين نعلق الصوره دي هنا اهي. خلاص احنا استاذنا من ابوك. ايوه انا عايز ده حكايه